السلام عليكم حبايبي. قبل ما نبتدي الفيديو صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض رز صيادية وسمك مقلي. السمك مش كبير قوي يعني وسط كده، والرز هعمله صيادية هوتي. هحمر البصل بصلتين، وهحمر البصل في الزيت لما يحمر، وبعدين احط له شوية فلفل وشوية كمون واسيبه يقلب شوية بالمية بتاعته، وبعدين اقوم حاطه ظابطه ملحه، وبعدين اقوم حاطه الرز. ده رز صياديه للسمك. سمك مقلي، هنعمل سمك مقلي ان شاء الله، ورز بصياديه. اه بحمر البصل اهوتي، وهحط بقى السمك بس لما البصله تحمر هحط لما البصل تحمر احط شويه كمون وشويه فلفل وحته تومه وشويه دقه اللي انا هعمل بها السمك في الرز. واظبط بقى ملحه، واقوم سايباه يقلب قلب شويه. آه، التومه بالدقه بتاع السمكه هي اللي هتحدق بقى السمك، واقلبها شويه معاها، وبعدين اهو هسيبها برضه تحمر مع البصله. وهنعمل بقى نحط ميته بقى، ونظبط ملحه ونسيبه يقلب شويه عشان البصله تستوي، وبعدين نقوم حاطين الرز. ده رز صياديه اهو كده تمام قوي كده. ونحط بقى الميه مقدار الرز، عقد الرز يعني. وبعد كده هنقوم حاطين اما يقلب شويه نحط الرز. بيقلب شويه، يقعد يقلب شويه في الميه تقلب شويه، وبعدين احط الرز بقى ينشف، واحط اهد عليه النار، واسيبه بقى يتلدن براحته بقى، وبعدين اقدح عليه شويه زيت. ده رز صياديه. ما شاء الله كان طعمه زي العسل، والله كان جميل. وهنقل السمك بقى. والسمك مش كبير قوي يعني، سمك ليه؟ انا بحب السمك الصغير كده، ما بحبش السمك الكبير اساسا. انا ما بحبش السمك الكبير، ما بحبش اكل سمك كبير. انا بحب السمك الصغير قوي، لو وسط كده. دي دي بقليه كده يعني دي الميه. هنقوم هنعمل بقى هنعمل هنعمل بقى نعمل نسيبه يقلب بقى، تقلب شويه، وبعدين نحط الرز ان شاء الله. ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو يعجبكم كده يا رب. والرز والرز اهو، حطيت الرز اهوت بعد ما قلب شويه، وبعدين بقى نسيبه بقى نحطه يتلدن بقى، نسيبه يتلدن على الاخر خلاص. نهدي عليها النار كده، ونهدي عليه ونسيبه مع بعض ان شاء الله. ده رز صياديه. هنخلص الرز بقى ونروح نبقى السمك بقى، نحدق السمك ونتبله بقى شويه، وبعدين نحمره بقى. اه كده تمام كده الرز. ما شاء الله كان طعمه جميل مع السمك المقلي ورز الصياديه. كده تمام اوي اهو. تنقلبه ونسيبه بقى يتلدن براحته بقى، وبعد كده نقدح عليه شوية زيت، ونلدنه بقى ونسيبه يتلدن. السمك اهو بقى بحد او بتبله اهوتي. ما شاء الله. السمك مش كبير قوي يعني، بس وسط جميل حلو نعمة. اه حلو. انا بحب السمك الصغير ده، ما بحبش الكبير. شوية نشا، شوية دقيق، شوية كمون، شوية فلفل، ونقلبهم على بعضهم، ونعمل السمك في الدقيق بقى والنشا، ونحمر بقى. انا بحمره كده. ده اه كده الوقت. والرز اهوتي هنقدح عليها اهوت الرز، وهنحمر السمك بقى. ده فيديو خفيف خفيف كده، ما هوش طويل ولا حاجه. فيديو خفيف 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 كده. نحمر السمك تمام كده. هنقلب بقى الرز، وبعدين نسيبه يتلدن برضو شويه على ما نخلص قلية السمك والغدا.
وخلاص كده تمام. اه ده تمام السمك اهوت. هنقلبه في الدقيق والنشا وشوية كمون وشوية فلفل، ونقلبه بقى ونحمر بقى ان شاء الله كده. تمام اهو. حمر اهوتي في الزيت اهوتي. تمام تمام كده. تمام كده. كده تمام. وبقى نقلي بقى ونحمر بقى خلاص. بعد ما نخلص تحمير بقى نوريه لكم. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة كده قربت قربت على التقيل. قربت ان شاء الله. يا رب يفرجها ان شاء الله. يا رب يا رب يفرج بحق جاه النبي يا رب. اه تمام كده. ده السمك نحمر بقى ونطلع ونوريه لكم بقى بعد التحمير، ونوريكم بعد ما نخلص الرز ونخلص السمك نوريه لكم بقى. وده الفيديو بتاع النهارده، ونشوفكم كده في فيديو اخر ان شاء الله. بترككم في رعاية الله وامنه. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان القناة قربت للتفعيل، يعني في الطريق اللي تتفعل، في الطريق ان شاء الله تتفعل. ده السمكة اهوتي خلاص كده. وده الرز اهوتي بعد ما خلص. اه تمام كده. وخلاص كده الفيديو بقى على الانتهاء. وبترككم في رعاية الله وأمنه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايكات، وتشوفوا الفيديو للآخر كده عشان القناة تتفعل بقى يا جماعة. هتتفعل إن شاء الله بكم، هتتفعل إن شاء الله. مع السلامة.